تقع ضحيه لسرقه ساذجه جدا تسحب بيها اموالك، احتمال 3%، وده كفايه جدا بالنسبه لهم. ده بيزنس اصلا. بزنس كبير. بزنس كبير. 3% من العالم ده حلو قوي. ادريسبل ماركت سايز عظيم يعني. طب اسالك على حاجه برضو بنسمعها كتير، ليها علاقه شويه بالشركات، يعني نتكلم شويه على الافراد نرجع نتكلم على الشركات. كلمه اسمها التحول الرقمي، اللي هي ترجمه للكلمه الانجليزيه ديجيتال ترانسفورميشن، ومستخدمه قوي كتير، يعني كل الناس عماله تتكلم عن ايه موضوع الديجيتال ترانسفورميشن. طيب، فهو التحول الرقمي برضو من التعبيرات او كده اللي هي استخدمت بزياده قوي بالظبط. الى ان انتهكت يعني. حصل لها ابيوز يعني. بالظبط، يعني راجل بيسكان صوره يقول لك انا بعمل تحول رقمي يعني. ايه بقى التحول الرقمي بجد، مش الهايب، مش الباز طيب ووردز. فهو اقول لحضرتك حاجه. هو التحول الرقمي ده ان هو طبعا احنا شفنا ان التكنولوجيا بتسهل حياتنا جدا يعني بشكل كبير يعني. فكل الشركات والمؤسسات سواء حكوميه او شركات هادفه للربح او غير هادفه للربح بتحاول انها تبقى اكثر يعني ضغطا للنفقات واكثر كفاءه باستخدام التكنولوجيا. فانت عشان توصل للتحول الرقمي ده بتعدي بمراحل.